ربك بيقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني من أفضل ربنا إن في خير وشر، في محترم وجنبه غدار، في أمين وبيتعامل معاه غشاش، في مخلص وبيتعامل معاه خائن. محتاج تتقبل. أنا اتضحك عليا واتعلمت. أنا ما قصرتش في العلاقة وهو خان العشرة، بس ده عرفني أفهم طباع البشر وبطل سطحية وتسرع في الحكم على الناس. عشان كده ربك يقولك ولا تهنوا، تقبل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح، جرح في جسدك أو قلبك، فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الحمد لله إنك أنت الذين آمنوا مش الظالم الغدار، فأنت تعلمت تقبل. لم يكن ما وصلت ليه الآن من نضج في حياتك إلا بعد ما حدث ليك في السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من اخر فيديو نزلته. انا عارفه ان اخر فيديو نزلته كان من مده طويله. بس انتوا عارفين اليومين دول امتحانات وكده، فان شاء الله الاجازه جايه بقى وهننتظم بقى في الفيديوهات. قلت بعمل معاكم اليوم بتاعي النهارده. الفيديو ده متصور يعني بقاله كتير معايا على التليفون، بس ما كنتش عارفه انزلكم عشان احنا عندنا فتره امتحانات اليومين دول. فقلت ما انزله بقى عشان التليفون ذاكرته بتتملي بيتمسح مع نفسه، فقلت الحق انزله لكم. انا عارفه الفيديوهات بتاعتي بتنزلش الا كل فين وفين، يعني عشان ما بصورش كتير. وبصراحه ما فيش تشجيع، يعني انا ممكن اصور كل يوم بس ما بلاقيش الفيديوهات يعني ما بلاقيش تشجيع على الفيديو. فبصراحه بكسل. يعني لو مثلا كل واحد يتفرج على الفيديو يحط لي لايك، يكتب لي تعليق او اي حاجه بتشجعوني برضو لما افتح الفيديو كده واشوف التعليقات واللايكات، بتشجع اصور. ما بالاقيش حاجة بصراحة، باكسّل، بيبقى عندي كسل. وكمان إحنا في الحَر والجو اليومين دول ما يشجّعش على أي حاجة أقوم أعملها، فكسل من كُلّه. من ياما لو نزّلت فيديو تعبانة في تصويره، في المونتاج بتاعه، في الآخر ما بالاقيش الفيديو يعلى. وكمان إحنا باصوّر كمان في الحَر، يعني التصوير مش سهل في الحَر اللي إحنا فيه ده. مُتعب، مُتعب برضه. يعني أنا ممكن أصوّر كل يوم فيديو، بس على ما أحُط الstand والتليفون وأقعد أصوّر. وكمان أنا منكمنة ما باطلعش بوشي، فصعب بالنسبة لي إن أنا أفضل أجيب التليفون من زاوية كده ومن كده، فبالنسبة لي برضه صعب. وأنتم ما بتشجعونيش إن أنا أصوّر بصراحة، يعني شجعوني برضه، اللي بيتفرج على الفيديو يحُط لي لايك، يكتب لي comment حلو، أو مثلًا حد أول مرّة يتفرج على قناتي، اشتركوا في القناة عشان القناة تكبر، أعدّي حتى أوصل لحد حتى ال20 أجيبهم. أنا واقفة على 19.000 ما بازيدش عنّهم، يعني أنا بانزل ما باطلعش. وإن شاء الله الفيديو بتاعي يكون يعجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش تحطّوا لي اللايك بقى في الفيديو، في نُص الفيديو كده أعرف إنّكم أنتم اتفرجتوا على الفيديو. زي ما أنتم شايفين كده أنا كنت عملت الروتين بتاعي ده في السريع، يعني ما شيلتش ولا حطيت عشان أنتم عارفين فترة امتحانات، فمش هاشيل وأهبط في الشقة. أنا بس باعمل من على الوش كده، بس المطبخ بصراحة اللي نضفته تنضيفة حلوة. أمّا باقي الشقة نضفت من على الوش كده على ما بس ولادي يخلصوا امتحانات، وبعد كده بقى هاشيل أنضف. كده ما عادش إلا حاجة بسيطة بس على العيد، فهاشيل بقى تنضيفة مرة واحدة. كل سنة وأنتم طيبين. فقُلت منها عيالي هيخلّصوا الامتحانات، وباشيل بقى الشقة كلّها، وأنضّف بقى تنضيفة العيد. هنا كنت باغسل البوتاجاز بتاعي أنا كنت بامسحه بس من على الوش كده. هو بيبقى نضيف بصراحة لإن أنا باغسله كل يوم، ف بامسح من على الوش، فكان عايز يتغسل يصبّنه حلو بمَيّة وصابون وكده. وما باحسش بصراحة بينضف إلا لمّا أغسله وأغرّقه مَيّة كده بصابون وكده، بس ما يكبّش مَيّة يعني. وأدعكه بالسلكة، باحس كده السلس بتاعه بيلمع. أمّا لمّا بامسحه كده بالفوطة بتاعة المطبخ، هو بيبقى نضيف وكل حاجة، بس ما باحسش إن هو برضه النضافة بتاعة الصابون والدعك بالسلكة وكده. ورُحت مغيّرة الورق الفويل اللي على العيون ديًّا برضه عشان كان برضه مش نضاف، وشِلت طقم الرُكنة اللي برّه برضه شِلت البياضات بتاعته شِلتها برضه غيّرتها، لإننا بنقعد عليها. يعني نضّفت كده من على الوش كده، بس زي ما قُلت لكم أنا ما شِلتش وهبَتّ في الشقة. الشقة كانت قُلت على ما بس يخلّصوا وبعد كده أشيل وأهبط بقى وأغسل. أنتم عارفين تنضيفة العيد.
والبوتاجاز طبعا أنا زي ما انا قلت لكم هو كان عايز يتنضف بقى تنظيفه حلوه، لان كنت بمسح من على الوش بصراحه. فكان عايز يتغسل غسله حلوه. هنا فكيت الازاز بتاعه. الازاز بتاعه مش دايما بفكه، بس لما بحس ان هو آه، بغسله من على الوش كده والصابون بينزل بين الازاز وبين البوتاجاز، فبروح فكه بصراحه. هو ما بياخدش حاجه، بس اهم حاجه بس خلي بالكم لو انتوا بتفكوه خلي بالكم من الازازه بتاعته، عشان اقل حاجه هتكسره. فكيت بس المسامير وخدته على الحوض غسلته بصراحه. اما الصاجه بتاعه الفرن اللي جوه دي ما بتنضفش الا بستريس، وانا ما كانش عندي فدعكتها بالسلكه كده، وعلى ما ايه ما اجي انضف بقى تاني اروح جايبه لها ستريس. ما كانش عندي اليوم ده بصراحه، فغسلتها بالسلكه العاديه كده. يعني تنضف، بس هي ما بتنضفش حلو الا بستريس بصراحه، عشان ما اكذبش عليكم. فطبيعي برضو الصاجه بتاعه البوتاجاز اللي جوه دي بتبقى محروقه برضو، يعني ما فيش حد من البوتاجاز، وانا بوتاجازي بقاله سنين، فطبيعي يكون لونها كده. بس ما بغسلها بسترس بصراحة بتبقى نظيفة وكأنها جديدة. بس غسلتها على قد ما اقدر، على ما ايه اعدي اليومين دول وهجيب لها سترس. وبصراحة لو انا كان عندي كنت نضفتها تنظيفة، السترس بينضفها كويس. ومسحتها كده البوتاجاز، وهرجع احط اللهم صل على النبي، هحط الازازة بتاعته. ما بياخدش وقت هو بصراحة، ما بينضف، ما بحسش البوتاجاز بيبقى نظيف غير لما اشيل الازازة كده، تحس ان الازازة من فوق ومن تحت كده بتلمع. هو شيله سهل، بس يعني ايه خلي بالك اللي بيفكوا برضو بيخلوا باله، عشان ايه ممكن يتخبط منك في حوض المطبخ في كده بقى، يعني ببقى حريصة قوي. وهنا رحت ماسحه برضو اللي جوه دي الصاجه بتاعه الفرن اللي هي بتبقى في الحافظه من تحت، انا لفه عليها فويل عشان بحط فيها الطاسه بتاعه الزيت ما تبوظهاش، اللي يقع على ورقه الفويل، ومن وقت للتاني بغيرها. والبتاع اللي انا مسحتها دي الشعله، بس منها للبوتاجاز تحت، يعني عشان ما هي مش باينه قوي، بس دي اللي انا مسحتها كانت كلها تراب، اللي بتولعي منها لتحت دي. بس ما عملتش فيه حاجة تانية غير اللي انا غسلت الازاز وغسلت البوتاجاز من فوق. بس ما عملتش فيه حاجة، وارجع كل حاجة زي ما كانت. مش هخلي يعني غسلته، يعني يعتبر غسلته من فوق وتحت وجناب البوتاجاز وكده. المرة الجاية بقى هجر البوتاجاز قدام وهصبن الحيطة. هي الحيطة كانت نظيفة عشان اللي لسه كنت مسحها كده، طول ما انا واقفة بطبخ بمسحها بالفوطة المطبخ كده بشوية كلور، عشان عندي السيراميك ورا البوتاجاز ابيض. فدايما لازم امسحه اول باول، ما عشان ما يعملش نقط الزيوت دي. هنا الصاجة اللي انا بقول لكم عليها هي لازم سترس، هو ده اللي بيجيب الاخر بتاعها. اما سلكة المواعين والله مهما اعمل فيها هي هتشيل الزيت وتشيل كل حاجة، بس السواد اللي فيها ده ما بيطلعش. عشان بس بتقوليش ده انت ما غسلتهاش ومش لا، هي بتبقى كده عشان ما عنديش سترس. هنا البوتاجاز بقى فل ومنور لوحده. نخش بقى على ايه؟ على المطبخ. المطبخ طبعا الرخامة لازم تتغسل وتتصبن كل يوم، يعني مش هنغسل البوتاجاز وهنسيب رخامة المطبخ. نخش عليها، وبعد كده طبعا كل ده اتشال اتغسل، كله كله ما سبتش حاجة فيه. هو بصراحة اللي انا نظفته المطبخ هو اللي خد تنظيفة حلوة، نظفته بصراحة. بس انا ما بجيبلكوش كله، عشان انتوا عارفين انا ما بطولش في الفيديو. الفيديو بتاعي مدته 12 دقيقة، 10 دقايق بالكتير قوي. ما بحبش اطور في الفيديوهات بتاعتي. ان شاء الله كده لما نبقى زي المشاهير ان شاء الله هبقى اخلي لكم الفيديو 25 دقيقة، 20 دقيقة، بس ان شاء الله. شجعوني بس كملوا لي ال20,000، بس انا حاسة ان انا فقرية واقفة على ال19,000 دول، ما بتحركش، ما بزيدش، بنزل. فاللي ما اشتركش بقى وسامع الفيديو بتاعي ايش حطوا اللايك واشتركوا في القناة. والله ده ببلاش، يعني ده لما بقولكوش ادوني حاجة، يعني حطوا لي اللايك، اشتركي في القناة، اكتبي لي تعليق عشان ابقى فاكراكي كده، يعني شجعوني. نروح هنا بقى تاني، نرجع تاني عشان انا عارفة انا كنت زهقت والفيديو بتاعي قرب يخلص. آه هنا كنت بصبن الرخامة عندي عشان بنية. انا عامله بخاخه فيها شويه كولوريكس وشويه داوني وشويه ميه. دول دايما كل يوم كل يوم، يعني اما اقولكوش ما فيش يوم بيعدي الا لما اعمل الرخامه بتاعتي بيها. ابخها، اشيل الحاجات اللي عليها كلها وابخها وامسحها بالفوط المطبخ وارجع كل حاجه تاني. ده انا لازم كل يوم اعمل كده. آم، ليه؟ لان الرخامه بحسها انا مطفيه، اما بعملها كده بحسها بتلم. فمن كل يوم بعملها كده قلت لا لازم تستحمي انت كمان، يعني البوتاجاز خد حمايه حلوه وانت لا، طب تعالي بقى اما اغسلك. رحت ماسكاها غسلها كده، تحس لما انت بتغسلي الرخامه بشويه صابون والله العظيم بتبقى بتنور. عارفين يعني ايه بتنور؟ غير ما انا بعملها كل يوم كده بالفوطه.
بتنور والله العظيم، باحس إن الرخامة بتاعتي كده بتنور والحاجة عليها بتلمع. أنا بصراحة غسلت كل اللي عليها ده، أنا قُلت لكم أنا قاصة من الفيديو كتير بصراحة، عشان أنا كان وشي بيطلع، فعلى ما بابُص لقيت الفيديو بتاعي كل اللي أنا صوّرته يعني كان بيطلع وشي بصراحة، فقصّيت على قد ما أقدر اللي أنا باطلع فيه، ففي حاجات ما مش جاية لكم، عشان كنت باطلع فيها بوشي. هنا كل حاجة صبّنتها وخليتها زي الفل. وارجّع بقى كل حاجة مكانها، بس راجعة بقى نضيفة طبعًا. بس الزرع بصراحة اللي هو في الجناب ده أنا ما غسلتوش، بصراحة عشان ما اكذبش عليكم هم بس اللي ما غسلتهمش، أمّا باقي كله مسكته صبّنته كده وغسلته وخليته زي الفل، عشان أرجّع كل حاجة على نضافة. أمّا الورد لأ. هنا البتاع النور الLED ده بيعمل شغل جامد والله، يعني حطّوا النور الLED ده بيخلّي الرخامة حاجة تانية خالص، يعني لو أنا عندي لمّا بيبوظ هو بينحرق بصراحة. على إن أنا مشغّلاه ليل ونهار، يعني أنا ما باطفوش من المطبخ. لو أنتم ما عندكوش جرّبوا كده حطّوا النور الLED ده بيفرق أوي وبيخلّي المطبخ جميل أوي، بس عشان تحافظي عليه ما تشغّلوش ليل ونهار، أمّا أنا سايباه ليل ونهار كده زي ما أنتم شايفين كده، فبينحرق عندي ما بيطوّلش، لإن أنا باسيبه عيالي داخلين المطبخ خارجين ما بيقيدوش النور، بيخشوا على نور الLED. ده كان باظ عندي قبل العيد فغيّرته بصراحة، فجِبت فرع النور الLED التاني أحلى، بس غالي شوية. هنا كنت خلّصت لمّعت المطبخ كده زي ما أنتم شايفين خلّيته فُلّة، فُلّة والله العظيم بُصّوا بينوّر لوحده. لو وصلتوا بقى الفيديو هنا حطّوا لي اللايك وقولوا لي إيه رأيِك في النضافة حلوة والّا لأ، وإيه اللي عايز يتغيّر وإيه اللي عايزة أجيبه. أنا بصراحة بقى لي كتير ما جددتش في المطبخ، بس إن شاء الله هاجدد، نعدّي بس من مرحلة الامتحانات والدروس والحاجات دي. هتلاقوني جبت شوية حاجات في المطبخ، لإن أنا حاسة إن المطبخ بتاعي بقى كئيب من قلة المجايب. وأشوفكم إن شاء الله على الفيديو الجاي، والسلام عليكم.